لأ تعالي رايحة فين؟ أنا عاوزة أعرف مين ضحك عليكِ وقال لِك القطر فاتِك، ومين أصلًا اللي حدد المحطة اللي هتوصلي لها. الحقيقة أنتِ مش متأخرة، بس كنتِ بتجري وبتنهجي في محطة مش محطتِك، وبتحاولي تركبي رحلة مش بتاعتِك. ال30 مش هي النهاية ولا جرس إنذار، ال30 هي اللحظة اللي بتقرري فيها تنزلي من القطر السريع وتقعدي على الرصيف تشربي قهوتِك بهدوء، وتفهمي إنِك مش في سباق مع حد. كفاية نهجان ورا فكرة الست المثالية اللي لازم تعمل كل حاجة في وقت واحد وهي بتضحك. الصدمة مش إن العمر بيعدي، الصدمة إننا بننسى نعيشه وإحنا بنجري وراه. أنتِ مش فاشلة، أنتِ بس انطفيتِ وأنتِ بتحاولي تنوري حياة غيرك ونسيتِ نفسِك. مش سنِك اللي كبر، روحِك هي اللي صغرت من كتر ما كتمتيها علشان المركب تمشي. ال30 مش المحطة الأخيرة، دي أول محطة في رحلتِك أنتِ، المحطة اللي لازم تعرفي فيها إنِّك لو ما عملتيش وقفة مع نفسِك، ما حدش هيقف يسقّف لِك في الآخر على تضحيتِك اللي ضيّعتِك. بُصّي بقى، لو أول مرّة بتشوفيني أنا أختِك ميرا، ودي قناتي وعالمنا الخاص اللي بنفكّر فيه مع بعض إننا نستحق نكون أولوية. انضمي لعيلتنا وحطي اللايك القمر بتاعك عشان يوصل لكل ست محتاجة تفوق معانا. ويلا زي ما اتعودنا جهزي مشروب من أي حاجة بتحبيها وبينا نبدأ رحلة ما بعد ال30. زمان لو شفت خدش بسيط في عفش البيت أو لو حد انتقد حاجة في بيتي أو انتقد أكلي الدنيا تتهد وما تقعدش، كنت بجلد نفسي على كل تقصير. بس لما تميت ال30 حصلت لي نقلة غريبة، عرفت إن الراحة مش إن كل حاجة تبقى كاملة، الراحة إنِك تكوني متصالحة مع الحاجة الناقصة. اعتبري فيديو النهاردة فضفضة من القلب للقلب، هنتكلم عن العادات اللي خلتني أقول لنفسي برافو بجد وخلتني أستمتع بكل لحظة في يومي كست بيت من غير ضغط ولا توتر. سن ال30 هو العصر الذهبي للست اللي بدأت تفهم نفسها وتتصالح مع الدنيا. عارفين اللحظة اللي بنبص في المراية ونلاقي أول خط رفيع تحت العين؟ زمان بقى في العشرينات كنت بخاف من إني أوصل للحظة دي، كنت فاكرة إن خلاص ال30 دي يعني القطر فات، بس اكتشفت إن القطر لسه واصل لأحلى محطة. عاوزة أحكي معاكي النهاردة إزاي سن ال30 كان بالنسبة لي مفتاح الراحة، إزاي بطلت أجري ورا رضا الناس وبدأت أدور على رضا نفسي. فلو أنتِ ست بيت تعبانة، حاسة إن عمرها بيضيع بين الطبيخ والدروس، الفيديو النهارده بتاعِك. هنمشي مع بعض خطوة بخطوة في عادات غيّرت كمية يومي وخلتني أعيش بروقان رغم كل الضغط. أول عادة، عادة الحدود مع الناس والأهل والصحاب. كنت دايمًا شماعة لكل مشاكل الناس، كل واحد يكلمني ساعة وساعتين يشتكي وأنا طاقتي تخلص، أو حد يتدخل في حياتي وأسلوبي وحتى طريقة تربيتي لولادي وأسكت عشان الذوق. وارتحت أوي لمّا اتعلمت كلمة لأ، من غير جرح لحد، لأ بابتسامة، واتعلمت إن وقتي ملكي، وإني مش لازم لو في مكالمة هتزعجني أبرر أنا ليه مش عاوزة أرد، مش لازم أبرر ليه مشغولة، حتى لو مجرد إني ما ردتش عشان مودي مش تمام. مش عيب تقولي لجارتك معلش مش هاقدر أستقبلك النهارده عشان محتاجة أرتاح، ده حقِك لحفظ صحتِك النفسية، بس ضحكوا علينا وفهمونا إنها قلة ذوق. تاني عادة، التصالح مع البيت المثالي. كان عندي هوس إن الست لازم تلمع 24 ساعة، ولو في لعبة على الأرض بحس بجلد الذات وإني فاشلة، ولقيت الحل في قاعدة ال20-80، وإن البيت لخدمتنا مش إحنا اللي خدم للبيت. 80% نظافة كفاية جدا عشان نقدر نعيش في روقان. والنتيجة بقيت أقعد ألعب مع ولادي أو أشرب قهوتي بهدوء، والبيت كويس مش شرط يكون مثالي، وده فرق في أعصابي قوي. تالت عادة، الاستثمار في نفسي حتى لو ب5 جنيه. كنت بصرف كل مليم على لبس ولادي وطلبات البيت ولاغية نفسي تماما، لحد ما خصصت ليا أنا ميزانية الروقان، كريم مرطب ريحته حلوة، طرحة جديدة، أو حتى نوع شوكولاتة نفسي فيه. بصي يا ست الكل، لو انت انطفيتي البيت كله هيضلم. اهتمامك بنفسك ده وقود علشان تكملي. رابع عادة، الفصل عن السوشيال ميديا. ما بقارنش نفسي بأي حد من البلوجر ولا بيوتهم ولا مطابخهم، والحقيقة ان العادة دي انا ما اكتسبتهاش عند سن ال30، هي طبعي. انا ضد طبع المقارنات، ما بحبش اقارن نفسي بحد، ودايما واثقة ان كل واحد واخد ال24 ايراد بتوعه. ونصيحتي ليكي اوعي تقارني حياتك بحد عشان ما تحسيش ان حياتك ناقصة وكئيبة، وعينك تغفل عن النعم اللي ممكن تكون عندك ومش عند غيرك. ولو هتتابعي السوشيال ميديا، امسحي المتابعات اللي تخليكي تحسي بالتقصير، وتابعي اللي يفيدك مش يعقدك. خامس عادة، اتيكيت المسافات.
التدخل في الخصوصيات أو الحياة الشخصية ما بحبهوش نهائي بكل أنواعه. في ناس تقعدي معاهم جبتي بكام، صرفتي إيه، لسه ما حملتيش، ليه تخرجي الخروجة الغالية دي، جوزك جابلك إيه. الأسئلة دي بتسبب لي توتر وبتخليني حاسة إني تحت الميكروسكوب. اتعلمت الرد الدبلوماسي القصير لأني مش مضطرة للإجابة على الأسئلة الفضولية، بس بقيت أقول الحمد لله تمام، الله المستعان، كله بوقته، وما تديش تفاصيل لحد لأن التفاصيل هي مدخل المشاكل. ولو القعدة مش عجباني بنسحب بهدوء، مكالمة مش عايزة أرد عليها ما بردش، وما بشاركش في الدخول في تفاصيل حد ولا حد يتدخل في تفاصيل حياتي. سادس عادة ودي من أهم العادات، الخصوصية المقدسة. اتعلمت إن أي خلاف بيني وبين زوجي هو خلاف في علاقة مقدسة وما يظهرش لأي مخلوق، وما بقتش أسمح لأي حد مهما كانت درجة قرابته إنه يكون طرف في خناقة أو حتى قرار يخص بيتي. وده أكتر درس اتعلمته ووجعني بس أدبني. كنت فاكرة إن الفضفضة راحة ولو في مشكلة أجري أدخل أقرب ناس ليا، وأنا فاكرة إنهم هيحلوا أو هاخد رأيهم وأعمل بيه والدنيا تتصلح. بس اكتشفت حقيقة مرة قوي، إن البيوت لما بتتفتح الكل بيدخل يفتش فيها لمصلحته. ولقيت اللي بحكي لهم في منهم اللي بياخد مشكلتي عشان يعايرني بيها بعدين حتى لو بطريقة غير مباشرة، وفي اللي كان بيفضل يترسم إن حياته أحسن مني، وفي النينجا بقى اللي كان بيسخني ويقول لي لازم تاخدي موقف. والغريب إنه ممكن في بيته يكون مستحمل بلاوي وساكت. فالمشكلة كانت بتكبر مش بتصغر ولا بتتحل. ليه؟ لأن في الآخر أنت وجوزك بكلمتين هتنسوا، لكن الناس ما بتنساش، وهيفضلوا باصين على البيت بنظرة مكسورة أو نظرة شماتة. فعلشان كده بقولك اتعلمي إن باب بيتك خط أحمر، مفيش مخلوق مهما كان درجة قرابته يعرف ايه اللي وراه. اتعشينا ايه، اتخانقنا ليه، جوزك جابلك ايه، محدش له دعوة. اتعلمي ان الستر هو اللي بيجيب البركة لبيتك. لما تقفلي بابك على مشاكلك صدقيني هتتحل في 5 دقايق، وبرضه لما تقفلي بابك على فرحك هتلاقي البركة زادت والعيون بعدت عنك، وده أهمهم. سامعاكِ من بعيد وأنتِ بتقولي طب يا ميرا أنا كده هابقى لوحدي ومنعزلة. هارُد عليكِ بس حُطّي اللايك وأقول لِك وحدانية الروقان أحسن 100 مرّة من لمّة النفاق. في سن ال30 اكتشفت إن دايرتي لما صغرت جودة حياتي عليت، وبقيت بختار اللي يدخل بيتي بالشوكة والسكينة، اللي قلبه نضيف وبس، مش اللي يقعد معايا ويتكلم وياكل ويشرب معايا في طبق واحد وهو شايل في قلبه بلاوي من ناحيتي. بناقص نوفر عليه جهد النفاق ده. والنتيجة راحة بال ما بتتبدلش بكنوز الدنيا. اخترت لنفسي كل حاجة تروق بالي، اتبعت كل الخطوات اللي توصلني للروقان. أول حاجة ساعة الصمت الصباحية اللي روقانها ما يتعوض. قبل أي حد ما يصحى أشرب قهوتي وأقف في البلكونة شوية كده أشم الهوا. ياه على الإحساس، عيشي معايا اللحظة كده، تحفة. فوقي بقى وارجعي معايا لكلامنا. تاني حاجة رتبي أولوياتك، مش لازم كل حاجة في البيت غسيل وطبخ وكوي في يوم واحد. حاجة واحدة في اليوم الدنيا مش هتطير. تالت حاجة علاقتك بربنا، الصلاة والدعاء مش بس فرض، دي جلسة نفسية مجانية لغسيل الروح. وقت تفريغ رباني، الوقت اللي بتفرغي فيه حمولك كلها عند اللي خلقك. وعلى فكرة علاقتك بربنا بعد ال30 ما بقتش مجرد تأدية وخلاص، دي بقت ساعة الصفا، الوقت اللي بتسيبي فيه كل شيلة شايلاها على باب السجادة وتدخلي لربنا بقلب مكسور وتطلعي بقلب مجبور راضي وهادي. ومن غيرها مش هتعرفي تقفي على رجلك وتواجهي الحياة. كمان بطلي تصحي كل يوم عندك قائمة مهام طولها مترين، ولو خلصتي 90% منها وسبتي 10 تنامي متضايقة وبتجلدي في نفسك، علشان ما تخسريش أعصابك بسبب لعب متنعكشة أو مطبخ مش فاضي. وارفعي شعار البيت لخدمتي مش أنا اللي في خدمته، واستمتعي بإن 80% نظافة ممتازة جدا وتسمح لنا نعيش حياة آدمية، وال20% الباقية للروقان، الوقت اللي هنعيشه قبل ما البيت والمطبخ يخلصوا علينا. واما اكلمك عن السلام النفسي جوه البيت فكان لازم اعمل جرد للناس اللي هيدخلوا البيت ده وتعاملاتي معاهم. وده اللي خلاني اطبق القرارات اللي كلمتكم عنها، ووفرت على نفسي الاستنزاف اللي ممكن يجي من اقرب الناس بعادة منقذة قوي، الوصل بلا استنزاف. البر مش معناه اني اهمل بيتي ونفسي لحد ما انهار. البر هو الحب والاحترام والخدمة بقدر المستطاع،
مع الحفاظ على صحتي النفسية، وإنك تدي بدون إجبار. ولازم نفهم إن طاعة ربنا مش معناها إهانة لنفسنا، وإن ربنا اللي أمرنا بالبر والإحسان هو نفسه اللي حط قاعدة عامة لحماية النفس، وقال لنا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. والتهلكة هنا مش إن الواحد يرمي نفسه من مكان عالي، لأ، التهلكة إنك تسيبي نفسك لضغوط نفسية تهد حيلك وتمرض جسمك وتخليكي كارهة حياتك وعيشتك. المشكلة اللي بنقع فيها إننا بنخلط بين الأدب والاستسلام. في قرايب كتير وأهالي بيضغطوا على أولادهم سواء بقصد أو بدون قصد، ضغط رهيب، سواء مقارنات، طلبات فوق الطاقة، أو حتى كلام يسم البدن. لو سبتي نفسك للحمل ده بحجة البر، انت كده بتهلكي نفسك، وده برضو حرام. طب الحل ايه؟ بر المسافات الآمنة. البر يعني الإحسان، يعني أرد بكلمة طيبة، أسأل عليهم، أساعد في حدود طاقتي، لكن ما اسمحش لأي كلمة تهد سلامي النفسي أو تخرب بيتي طبعا. تاني حاجة وضع الحدود بالأدب. لو الكلام بدأ يدخل في تدمير النفسية، اختصري بمنتهى الذوق: تعبانة، مش هقدر، ظروفي ما تسمحش، الموضوع بيضايقني، مش عاوزة افتحه تاني. انت المسؤولة الأولى عن صحتك. لو انهارتي، مين هيشيل ولادك؟ مين هيدير بيتك؟ وربنا هيحاسبك على الأمانة دي برضو، على بيتك وولادك، زي ما هيحاسبك على برك لأهلك. طاعتك وبرك مش إنك تروحي لأهلك وترجعي معيطة وجوزك وولادك يدفعوا التمن. البر إنك توصلي لدرجة من النضج تخليكي بره بس محافظة على نفسك. وربنا رحيم وما بيطلبش مننا نعيش في جحيم عشان نرضي حد، حتى لو أقرب الناس لينا. الطريق للجنة مش لازم يكون مرسوم بدموعك وكسرة قلبك. التوازن هو سر الروقان. وليه قرار بر المسافات الآمنة مهم ولازم يتاخد؟ علشان نفسك ما تهونش عليكي وعلشان ولادك. اكتشفت ان الطفل اللي بيشوف امه مكسورة بيطلع عنده حاجة من اتنين: يا اما ضعيف الشخصية وهيسمح للناس تدوس عليه، يا اما هيبقى شخص قاسي وكاره العيلة بسبب اللي شافه. وهنا لازم توصلي لولادك انك لما تعملي حدود لكل اللي بيأذيكي نفسيا، دي عزة نفس. اتكلمي معاهم وقولي لهم: يا حبايبي، احنا بنحب اهلنا ونبرهم ونبوس ايديهم كمان، بس نحب نفسنا وما نسمحش لحد يهنا ولا يكسرنا. عارفة ليه بقولك كده؟ لأن دي أكتر حاجة عاوزة أشوفها في ولادي. أنا مش عاوزة ولادي لما أكبر يبروني عشان خايفين مني، أو مجبورين عشان ما يسمعوش كلام يوجعهم مني. أنا عاوزاهم يبروني علشان بيحبوني وحاسين إن قعدتهم معايا هي وقت الراحة بتاعهم والأمان. ودايما حاطة قدامي إن رحم الله امرئ أعان ولده على بره. يعني أنا واجبي كأم إني مسحبش ولادي لمنطقة العقوق بسبب تصرفاتي. لما أكون أم محترمة لذاتي ودوري وبحفظ لساني وبحترمهم، أنا كده بساعدهم يحبوني ويبروني بسهولة. لما ما اكونش عبء نفسي عليهم ولا بضغط عليهم واكلفهم فوق طاقتهم، انا كده بساعدهم على برهم ليا. لما يشوفوني وانا داعم ليهم وباخد موقف من الاذى وبحترم كرامتي، انا بعلمهم ان البر حب واختيار، مش اهانة وذل. انا بكسر الدايرة دي عشان ولادي لما يكبروا ما يبقاش البر بالنسبة لهم حمل تقيل زي ما كان بالنسبة لأجيال كتيرة. لأ، يبقى البر هو رد الجميل لبيت كله حب ونضج وروقان. وبختصر عليهم سنين من التعب النفسي، وبقول لهم إن احترامي لنفسي عشان كمان تعرفوا تحترموني وتحترموا نفسكم. وأظن إن كده وضحتلك وضوح كافي لنقطة السلام النفسي، علشان في أكتر من فيديو أنا لقيت أسئلة من النوع ده، فحاولت إن أرد بطريقة تطمنكم إن أهم حاجة صحتك النفسية، وبرضه هتتحاسبي عليها. وأتمنى ناخد بالنا من الكلام، لأني ما اتكلمتش على عقوق ولا معاملة وحشة، اتكلمت على حماية نفسك واجبة مع البر. عشان بلاقي كومنتات بحس إنها خدت كلمة من نص الفيديو وكتبت لي الكومنت من غير ما تسمع الكلام بوضوح. شفتي بقى اللفة دي كلها من أول علاقتك بنفسك وربنا لحد مواعين المطبخ والسوشيال ميديا، وصولا لأصعب نقطة وهي الأهل والقرايب. كل ده ما كنتش هعرف أعمله وأنا عندي 20 سنة. كنت محتاجة تجارب ونضج ووعي زيادة. لكن سن ال30 عطاني رخصة الروقان. هو السن اللي خلاني أعمل فلترة لكل حاجة في حياتي. اللي ينفعني بخليه، واللي بيأذيني بشكره وأقوله كفاية لحد هنا. أما اختار روقاني مش معناه إن مشاكلي خلصت، بس معناه إني كبرت على المشاكل. بقيت بشوف الأمور بحجمها الحقيقي،
ومش نقطة صغيرة تخليني أنفعل وانهار. وده أجمل ما في ال30، إنك تبدأي تحبي نفسك بجد، مش بأنانية ولكن برحمة ونضج. وأخيرا يا ست الكل يلي بتسمعيني وانت يمكن مهدودة من تعب اليوم كله، عاوزة أقولك انت مش لوحدك. كلنا بنغلط، كلنا بنقع، كلنا بنحس أحيانا إننا تايهين، بس الفرق إنك تقرري ما تبقيش ضحية. سن ال30 هو البداية مش النهاية، السن اللي هتعرفي فيه إن كوباية الشاي اللي بتشربيها في هدوء أهم بكتير من خناقة تحرقي فيها أعصابك. سن ال30 مش بعبع، ده أحلى سن ممكن تعيشيه لو فهمتي اللعبة صح. إنك مش لازم تكوني كاملة، بس لازم تكوني راضية. استعيني بالله، حصني بيتك بالخصوصية، بري أهلك بذكاء، حبي ولادك باحترام، والأهم من كده سامحي نفسك وتصالحي معاها. واليوم اللي ضاع منك بكرة يوم جديد. لو قصرتي في حاجة ربنا غفور رحيم. أنا فخورة بيكي وبكل ست بتحاول تلاقي نفسها في زحمة المسؤوليات. ولو وصلتي معايا لحد هنا اكتبيلي في التعليقات أنا مكملة معاكي في رحلة الروقان، وقوليلي إيه أكتر عادة من اللي قلناها النهاردة حسيتي إنك محتاجة فعلا تغيريها في حياتك. ونتقابل تاني على خير، وإحنا كلنا أروق وأهدى وأجمل في فيديوهات جاية كتير أقوى وأعمق وأقرب لقلوبنا. وسلام.